يا جيمرز، جهزوا حالكم لأن GTA 6 في الطريق. بعد سنين من الانتظار، أخيراً قربنا من إصدار اللعبة المنتظرة. الكل متحمس يشوف وش مسوي لنا روكستار جيمز. صار لنا فترة نسمع إشاعات وتسريبات، لكن ما في شيء زي الشيء الرسمي. المطورين للحين ما كشفوا كل شيء، لكن اللي نعرفه إنها بتكون لعبة أسطورية. جهزوا حالكم، ترجعون لعالم قران ثيفت أوتو المليان أكشن. هالمرة بنشوف أشياء أكبر وأقوى من قبل. أربطوا أحزمتكم لأن GTA 6 بتكون رحلة مجنونة. خلينا نشوف وش نعرف لحد الآن. انسوا ليبرتي سيتي ولوس سانتوس. هالمرة رايحين لمكان جديد تماماً. الإشاعات تقول إن GTA 6 بدينا فايس سيتي، مدينة خيالية مستوحاة من ميامي في الثمانينات. تخيلوا نفسكم تسوقون على أوشن درايف، وأشجار النخيل تتمايل مع النسيم، وموسيقى الثمانينات تصدح من مسجل السيارة. GTA 6 بتجيب فايس سيتي للحياة بتفاصيل مذهلة، من شواطئها لوسط المدينة الصاخب. لكن مو بس المكان هو المهم، الخريطة بتكون أكبر خريطة في تاريخ GTA، مع أحياء متنوعة وريف واسع، ويمكن حتى جزر نستكشفها. جهزوا حالكم تضيعون في هالملعب الضخم. بس تذكروا، ما في GTA بدون شوية فوضى، وفايس سيتي بتكون مليانة مفاجآت. كل لعبة GTA عظيمة تحتاج لشخصيات مميزة، وGTA 6 مو استثناء. هالمرة عندنا شخصيتين رئيسيتين، أخ وأخت متورطين في عالم الجريمة. هذه أول مرة تصير في السلسلة، وبتفتح مجال كبير للقصة. متحمسين نشوف علاقتهم تتطور وهم يحاولون يوصلون للقمة. طبعاً ما بيكونون لحالهم. توقعوا تشوفون شخصيات مجنونة ولا تنسى، عصابات منافسة، ومسؤولين فاسدين، ويمكن حتى وجوه مألوفة. جهزوا حالكم تكونون صداقات جديدة وأعداء جدد في عالم GTA 6. وش فايدة رحلة اللي فايس سيتي بدون سيارات فخمة؟ GTA 6 بتقدم لكم تشكيلة ضخمة من السيارات، من السيارات الكلاسيكية القوية لسيارات رياضية أنيقة وكل شيء بينهم. عدلوا سياراتكم بألوان جديدة وجنوط وسبويلرات. خلوها على ذوقكم وتباهوا فيها في شوارع فايس سيتي. وإذا ما تحبون السيارات لا تشيلونهم، GTA 6 بتقدم لكم أنواع كثيرة من المركبات، زي الدراجات النارية والقوارب والطائرات الهليكوبتر، ويمكن حتى طائرات. جهزوا حالكم تسيطرون على شوارع وسماء ومياه فايس سيتي بأناقة. الجزء الخامس، مدينة نابضة بالحياة. GTA 6 مو بس مهمات وفوضى، هي عالم بحد ذاته. روكستار جيمز صنعت مدينة حقيقية ونابضة بالحياة. امشوا في الشارع وبتشوفون الناس عايشين حياتهم اليومية. اسمعوا زين وبتسمعون محادثات وموسيقى وأصوات المدينة. عالم GTA 6 بيتفاعل مع أفعالكم. إذا سويتوا فوضى، الشرطة بتلحقكم. إذا ساعدتوا أحد، ممكن يرجع لكم الجميل بعدين. التفاصيل الصغيرة هي اللي تخلي عالم GTA 6 غامر. الجزء السادس، رسومات تخطف الأنفاس. جهزوا حالكم تنبهرون، لأن GTA 6 بتكون شكلها خيالي. روكستار جيمز معروفة بتطويرها لرسومات الألعاب، وهالمرة مو مختلفة. اللعبة بتتميز برسومات مذهلة مع إضاءة واقعية وتفاصيل دقيقة وبيئات مليانة حياة. سواء كنتم تسابقون في شوارع المدينة أو تستكشفون الريف الواسع، جهزوا حالكم تنبهرون بجمال عالم اللعبة. ومو بس الشكل، الرسومات المحسنة تعني لعب أكثر سلاسة وفيزياء أكثر واقعية وتجربة غامرة بشكل عام. جهزوا حالكم تجربون GTA بشكل جديد كلياً. الجزء السابع، مهمات ما راح تنسونها. طبعاً ما فيه لعبة GTA كاملة بدون مهماتها المجنونة. GTA 6 بتقدم لكم أكشن أكثر إثارة وسرقات مثيرة ولحظات لا تنسى، من سرقة البنوك والكازينوهات للهروب من الشرطة ومواجهة العصابات المنافسة. جهزوا حالكم لرحلة مجنونة. المهمات في GTA 6 بتكون أكثر ديناميكية وغير متوقعة من أي وقت مضى.
ومع وجود أبطال متعددين تأكدوا أن مهمات القصة بتقدم مستوى جديد من العمق والتشويق. جهزوا حالكم لخيارات صعبة وعواقب غير متوقعة. الجزء الثامن، جهزوا حالكم للرحلة. GTA 6 بتكون أكبر وأفضل جزء في السلسلة لحد الآن، مع عالمها المفتوح الغامر ورسوماتها المذهلة وأكشنها المجنون. مو غريب إن الجيمرز حول العالم يعدون الأيام لإصدارها. للحين ما نعرف متى بالضبط بنقدر نلعب اللعبة، لكن في شيء واحد أكيد، GTA 6 بتستاهل الانتظار. اربطوا أحزمتكم وجهزوا حالكم لشوية فوضى، واستعدوا لتجربة مستقبل الألعاب. الجزء التاسع، الانتظار قرب ينتهي. أثناء ما ننتظر الإعلان الرسمي عن تاريخ الإصدار، تابعوا الأخبار والمقاطع الدعائية الجديدة. الحماس في أوجه، ومتحمسين نشوف وش مسوي لنا روكستار جيمز. GTA 6 بتكون أكثر من مجرد لعبة، بتكون حدث. جهزوا حالكم لتجربة تاريخية في عالم الألعاب.